إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي التدريبات على الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الأولى بداية من صفحة 47. جايب لي هنا تشوز اختر ذا كوريكت أنسر الإجابة الصحيحة. رقم 1 That's a great achievement، إنه إنجاز. a great يعني رائع أو عظيم، هذا إنجاز رائع أو عظيم. The antonym of achievement، الأنتونيم اللي هو المضاد. المضاد من كلمة achievement اللي هي إنجاز، عكسها إيه بقى؟ لما أنا أعمل إنجاز في شيء يبقى العكس إيه؟ success نجاح، failure الفشل، practicing تدريب، ولا giving up اللي هو الاستسلام. طبعا عكس الإنجاز الفشل، يبقى عكس achievement اللي هي إيه؟ failure الفشل. رقم 2 بيقول هنا to get the noun of the verb play، عشان إن أنت تحصل على الاسم من الفعل play يعني يلعب. we add the suffix، احنا بنضيف the suffix اللاحقة. ايه اللاحقة؟ يعني حروف كده بتجيلي في نهاية الكلمة. هنا اجي في نهاية الفعل بتاعي واضيف اللاحقة. هضيف ايه بقى؟ play هضيف لها or ly ed er، طبعا هضيف لها الاي ار عشان تبقى ايه؟ تبقى player، وبلاير يعني لاعب. يبقى انا كده ضفت لها اللاحقه الاي ار عشان تكون لاعب، يبقى الفعل اصلا بمعنى يلعب، ضفت اللاحقه الاي ار بقت ايه؟ بقت لاعب، بلاير لاعب. جايب لي الصفحه اللي بعد كده صفحه 48 ومكمل لي اسئله الاختيارات. ورقم 3 يقول لي هنا the opposite of the word younger، الاوبوزيت اللي هو العكس. العكس من كلمه younger يعني ايه؟ يعني اصغر سنا. العكس من كلمة younger اللي هي أصغر سنا، يبقى عايزين عكسها بقى. harder يعني إيه؟ أصعب أو بشكل أصعب يعني، ولا older يعني أكبر سنا، ولا smarter يعني أكثر ذكاء أو أذكى، ولا longer يعني أطول. يبقى عندي العكس من كلمة younger اللي هي أصغر سنا اللي هي إيه؟ older يعني أكبر سنا، يبقى هنختار هنا الأوبوزيت اللي هو older. رقم 5 we form the noun from the verb achieve، احنا form يعني بنكون او احنا بنشكل وبنكون the noun، بنشكل وبنكون الاسم from the verb achieve من الفعل achieve اللي هو ايه؟ achieve بمعنى يحقق. by adding the suffix عن طريق اضافة اللاحقة يعني حروف كده بتجيلي في نهاية الكلمة. يبقى أنا هاجي هنا في الآخر وأضيف إيه؟ AD NESS LY MENT، طبعا هتبقى achievement يعني إيه؟ كده أنا جبت منها الاسم بمعنى إنجاز، بدل ينجز ويحقق تبقى achievement يعني إنجاز. رقم 5 the synonym of the word clear، synonym اللي هو المرادف والمعنى، وإيه اللي بيساوي كلمة clear يعني واضح. يبقى أنا عايزة هنا كلمة بتساويها في المعنى. إيه اللي بيساويها في المعنى؟ obvious يعني واضح، true يعني حقيقي أو صحيح، difficult يعني صعب، special خاص ومميز. يبقى السينونيم المرادف والمعنى من كلمة clear واضح، وهي كلمة obvious يعني إيه؟ برضو واضح، نفس المعنى. جاي اللي بعد كده صفحة 51 exercise on vocabulary تدريب على المفردات. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. رقم 1 عندنا هنا A بيتكلم وB بيرد عليه. هنا A بيقول I came first يعني إيه؟ أنا حصلت على المركز الأول، حصل على المركز الأول، أنا حصلت على المركز الأول أو أنا طلعت الأول. in the competition في المنافسة أو في المسابقة، حصلت على المركز الأول في المسابقة أو في المنافسة. بيقال وات يبقى هيقول وات إيه؟ vacation، دي vacation اللي هي العطلة أو الأجازة، ولا project يعني مشروع، community مجتمع، ولا achievement يعني إنجاز. طبعا هيقول له إيه؟ يا له من إنجاز. what an achievement يعني إيه؟ يعني يا له من إنجاز، كده أسلوب تعجب، يا له من إنجاز. بعد كده السؤال رقم 2 players should respect، اللاعبين ينبغي إن هم respect يعني يحترموا، اللاعبين ينبغي إن هم respect يحترموا their إيه؟ who play against them، اللي هم بيلعبوا against يعني ضد، اللي بيلعبوا ضدهم. مين اللي بيلعب ضدهم؟ dreams الأحلام، ولا opponents اللي هي المنافسين،
بيحترموا المنافسين اللي هم بيلعبوا ضدهم، ولا كوتشز ولا المدربين، ولا تالنتس اللي هم المواهب؟ هيحترموا مين اللي بيلعبوا ضدهم؟ طبعا بيحترموا opponents اللي هي الخصوم او المنافسين. يبقى players الملاعبين should respect ينبغي ان هم يحترموا their opponents المنافسين بتوعهم who play against them اللي هم بيلعبوا ضدهم. الصفحة اللي بعد كده صفحة 52 والسؤال رقم 3 في الاختيارات بيقول لي هنا always يعني دائما not on your goals. عايز يقول لي يعني دايما ايه your goals لأهدافك، دايما ايه لأهدافك او الأهداف الخاصة بيك and do your best وابذل قصارى جهدك to achieve them عشان ان انت تحققها. دايما ايه لأهدافك؟ focus يعني دايما كده ركز على أهدافك وابذل قصارى جهدك عشان انت تحققها. والأسك يعني يسأل أو يطلب، توك يعني يتكلم، ولا spend يعني يقضي. طبعا هيقولوا هنا ايه always دائما focus on your goals ركز على أهدافك and do your best وابذل قصارى جهدك to achieve them عشان تحققها. رقم 4 she can do all math sums هي تقدر تحل كل math sums اللي هي كل المسائل بتاعة الايه بتاع مادة الرياضيات. she has a نقط for math هي بقى عندها ايه في الرياضيات؟ بتعرف تحل اي مسألة رياضيات. يبقى هي عندها ايه problem ده كده عندها مشكلة في الرياضيات، ده هي بتعرف تحل كل المسائل. ولا راكت اللي هو المضرب، ولا talent ده كده عندها موهبة في مادة الرياضيات بتحل أي مسألة. ولا جيم يعني لعبة أو مباراة، طبعا عندها كده موهبة بتحل أي مسألة. يبقى she can do all math sums بتقدر تحل كل مسائل الرياضيات. she has a talent for math هي عندها موهبة في الرياضيات، أي مسألة بتعرف تحلها. رقم 5 her نقط advises her يا ترى مين اللي advises يعني ينصح، مين اللي هو بينصحها to practice for long hours ان هي تتدرب لساعات طويلة every day كل يوم to go to the Olympics عشان تذهب إلى الأولمبياد أو إلى الألعاب الأولمبية. يبقى مين اللي هينصحها إن هي practice for long hours تتدرب لساعات طويلة every day كل يوم to go to the Olympics عشان تروح الأولمبياد؟ رايتر الكاتب هو اللي هينصحها بحاجة زي كده تدربي عشان تروح الأولمبياد، ولا her كوتش ولا المدرب بتاعها هو اللي هينصحها، ولا ريدر ولا القارئ، ولا وركر العامل؟ طبعا المدرب بتاعها. يبقى هير كوتش اللي هو مين المدرب بتاعها هو اللي هينصحها. بعد كده بيقول لي هنا ايه رقم 6 هنا became Egypt's youngest ever national نقط on 2019. عايز يقول يعني هنا became يعني أصبح، هنا أصبحت إيه أصغر إيه قومي في مصر. أصغر إيه ترينر اللي هو المدرب يعني أصغر مدرب كده في مصر، ولا كوك يعني طباخ، ولا تشامبيون يعني بطل، ولا ستيب يعني خطوة. يبقى هي أصبحت إيه Egypt's youngest ever national champion يعني أصبحت هي إيه أصغر بطلة national يعني قومية، أصغر بطلة قومية في مصر سنة 2019. بعد كده السؤال رقم 7 she won a top نقط يعني won يعني فاز، هي فازت بأول إيه at the ITTF African Cup in Lagos. عايز يقول يعني هي فازت بكأس أفريقيا للITTF في لاجوس. يبقى هي فازت بفوتو يعني بصورة، ولا work عمل، ولا award بجايزة أو أعلى جايزة أو الجايزة الأولى يعني توب هنا توب award يعني الجايزة الأولى، ولا dream اللي هو الحلم. طبعا فازت بالجايزة الأولى she won a top award فازت بالجايزة الأولى في كأس أفريقيا للITTF في لاجوس. رقم 8 what نقط does هنا have that help her succeed. عايز يعني هنا عايز يقول لي هنا ايه المميزات والصفات الكويسة اللي does هنا have اللي بتمتلكها هنا
that help her وبتساعدها succeed ان هي تكون ناجحة او تنجح. يبقى ايه هي بقى المميزات اللي هي بتساعدها ان هي تنجح؟ يبقى عندي هنا سبورتس، ايه هي الرياضات، ولا كواليتيز المميزات اللي بتكون عند هنا وبتمتلكها وساعدتها هير سكسيد في النجاح بتاعها، ولا كلوز ايه هي الملابس، ولا بروبلمز ولا المشاكل. طبعا ما يقصدش خالص الكلام ده، يقصد بس كلمة كواليتيز. يبقى وات كواليتيز، ما المميزات does هنا هاف اللي بتمتلكها هنا that help her واللي هي بتساعدها succeed ان هي تكون ناجحة. رقم 9 the runner ran at a great note. runner اللي هو العداء او المتسابق في الجري. ran يعني جرى a great ايه، جرى ايه رائع وعظيم in the race في السباق. so لذلك he came first، عشان كده هو طلع الأول أو عشان كده هو حصل على المركز الأول. يبقى هو جرى إيه في السباق وعشان كده هو حصل على المركز الأول. speed جرى بسرعة رائعة. يبقى at a great speed يعني جرى بسرعة، great يعني رائع أو عظيم، بسرعة عظيمة أو رائعة. ولا street يعني شارع، ولا time يعني وقت أو مرة، ولا تيست يعني اختبار. طبعا العداء أو متسابق الجري جرى at a great speed بسرعة رائعة in the race في السباق. so لذلك he came first، ده هو طلع الأول وحصل على المركز الأول. رقم 10 she was not when she won the first award in the competition. هي كانت إيه لما هي فازت ب the first award بالجائزة، لما فازت بالجائزة الأولى أو حصلت على الجائزة الأولى in the competition في المسابقة. كانت إيه بقى لما حصل على المركز الأول؟ difficult يعني صعب، ولا amazed ولا كانت مندهشة لما هي حصلت على المركز الأول، ولا bored يعني شاعر بالملل، ولا hard يعني صعب أو إيه أو صلب. يبقى she was amazed كانت مندهشة ومذهولة when she won the first award لما فازت بالجائزة الأولى. رقم 11 يقول هنا our النقط is a thing that someone has done very well. يا ترى إيه هو بيكون الشيء that someone اللي شخص ما has done يعني أنجزه أو عمله very well بشكل جيد جدا. state اللي هي الولاية أو الدولة، ولا دريم ده اللي هو الحلم، ولا براكتس اللي هو التدريب او التمرين، ولا اتشيفمنت يعني الانجاز. الشيء اللي الشخص بيعمله وبينجزه بشكل رائع جدا وبشكل جيد جدا ده اسمه الانجاز. يبقى ان achievement يعني ايه يعني انجاز. رقم 12 to نقط means to give special attention to something you do. عايز يقول لي هنا means يعني او المقصود به to give a special attention ان انت تدي كده انتباه خاص. special attention تدي انتباه كده خاص ومميز to something you do للحاجة اللي انت بتعملها. اما تدي انتباه كده واهتمام خاص ومميز بالشيء اللي انت بتعمله يبقى ده ايه بقى؟ boring يعني ممل. make يصنع او يعد او يجهز. focus يعني بيركز كده انت مركز، ولا تركيز، ولا eat يعني يأكل. طبعا كده انت مركز او تركيز. focus يعني يركز او تركيز. نيجي السؤال رقم 13 نقط are successes in competitions اللي هي ايه؟ يقصد هنا النجاحات اللي بتتحقق في الايه؟ النجاحات اللي بتتحقق في المنافسات. يبقى successes in competitions نجاحات في الايه؟ المسابقات او المنافسات. اسمها ايه بقى؟ victories دي اللي هي انتصارات، دي النجاحات اللي بتتحقق في المنافسات، دي الانتصارات. ولا rankings يعني التصنيفات او المراتب، يعني لما تاخد كده تصنيف او مرتبة في مسابقة معينة. ولا journeys اللي هي الرحلات الطويلة. ولا steps اللي هي الخطوات. طبعا معنى النجاحات في المسابقات دي الانتصارات اللي انا حققتها، الانتصارات اللي انا حققتها اللي هي victories الانتصارات. رقم 14 it is possible to make your dream. عايز اقول له يعني من الممكن to make your dream يعني ان انت تجعل your dreams الاحلام بتاعتك ايه؟ بيقول له هنا ممكن انت تخلي او تجعل احلامك تتحقق. fail يعني يفشل.
come true يعني على بعضها كده تتحقق. get يعني يصل أو يحصل على. do يفعل، يبقى come true يعني تتحقق أو تصبح حقيقة. come true يعني تصبح حقيقة. يبقى it is possible إنه من الممكن to make your dreams أن تجعل أحلامك come true يعني هي تتحقق أو تصبح حقيقة. رقم 15 she works not to achieve her goals. هي تعمل ايه عشان ان هي تحقق احلامها. يبقى هي بتعمل بيه عشان تحقق وتنجز جولز الاهداف بتاعتها. عشان تحقق اهدافها بقى بتعمل ايه؟ works hard يعني على بعضها كده بمعنى تعمل بجد او بتجتهد. يبقى works hard يعني تجتهد او بتعمل بجد. ولا weakly يعني بضعف، تعمل كده بضعف عشان تحقق احلامها. ولا ليزلي بتشتغل كده بكسل. ولا slowly ولا ببطء. طبعا انها تعمل بجد وبتجتهد to achieve عشان ان هي تحقق her goals اهدافها. يبقى she works hard بتجتهد او بتعمل بجد. رقم 16 my father stopped working not 60. عايز يقول بابايا توقف عن الايه العمل. توقف عن العمل عايزين نقول هنا في عمر 60 سنة. age اللي هو العمر. aged يعني هنا ايه في عمر او وهو بالغ من العمر. at the age برضو في عمر لكن ناقصها هنا of. at the age of يعني في عمر. ages اللي هي العصور. يبقى my father بابايا stopped working توقف عن العمل aged 60 في عمر 60 سنة. ولو كان جاب لي at the age of في الاختيارات وما جابش aged برضو كنت اختارها برضو في عمر. ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الاولى. جيب لي هنا general exercises تدريبات عامة. نبدأ هنا من صفحة 55 listen and complete استمع واكمل. بيجيب لي نص هستمع إليه وبعد كده هنكمل مع بعض النقاط أو الفراغات اللي في 4 أسئلة اللي هم عندنا. النص بتاعنا بيقول هنا إيه؟ listen to me اسمعوني كده. بيقول لي هنا جودة first started playing table tennis at the age of 4. She has a talent in this sport. At the age of 12, she came top of the ITT under 15 women's world rankings. She won a top award at the ITTF African Cup of أو in Lagos. القطعة بتاعتنا بتكلمنا عن هنا جودة. النص بتاعنا نبدأ كده مع بعض نحل الأسئلة. وأول سؤال هنا بيقول لي إيه؟ يقول لي هنا جودة started playing. started يعني بدأت playing بدأت في لعب ايه at the age of 4 في عمر ال4 سنوات. كانت بتلعب ايه وهي عندها 4 سنوات؟ طبعا تنس الطاولة. يبقى تيبل تنس، تنس الطاولة تيبل تنس، تنس الطاولة. She has a نقط in this sport. هي عندها ايه في هذه الرياضة؟ عندها طبعا موهبة في ممارسة هذه الرياضة. وكلمة موهبة يعني talent. عندها talent عندها موهبة. عندها ايه؟ موهبة في هذه الرياضة. رقم 3 at the age of يعني في عمر كام سنة؟ she came top at the ITTF. هي came top يعني طلعت الأولى أو حصلت على المركز الأول في International Table Tennis Federation. يعني إيه؟ يعني هنا في لعب تنس الطاولة أو الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. يبقى هنا في عمر كام حصلت على المركز الأول في الاتحاد الدولي لكرة أو لتنس الطاولة ITTF؟ طبعا هنا في عمر 12 سنة يبقى 12. رقم 4 she won a top يعني حصلت أو فازت بالمركز يعني الأول أو بالجائزة الأولى at the ITTF African Cup in Lagos في كأس أفريقيا
للاتحاد الدولي لتنس الطاولة. يبقى حصلت على الجايزة الأولى، يبقى توب أوارد، الجايزة الأولى توب أوارد يعني حصلت على المكافأة أو على الجايزة الأولى في كأس أفريقيا للاتحاد الدولي لتنس الطاولة. ده نص الاستماع ودي الأسئلة اللي كانت عليه. ونشوف تاني سؤال بيقول لي هنا complete the following dialogue، يعني أكمل الحوار التالي. في أي محادثة أول سطر ده بيكون مهم جدا، بيعرفني المحادثة بين مين ومين وبتتكلم عن إيه. في البداية بقرأ كده المحادثة بالكامل وأفهمها وترجمها، وبعد كده أبدأ إن أنا أكملها. وأنا بكمل المحادثة لازم براعي زمن المحادثة. بيقول لي هنا إيه؟ سالي is asking ريهام. سالي asking ريهام يعني سالي بتسأل ريهام about her favorite sport، عن الرياضة المفضلة بالنسبة لها. بتقول لها يعني ايه هي الرياضة بتاعتك المفضلة. سالي بتقول لها what are you doing ريهام، انت بتعملي ايه؟ فريهام قالت لها حاجة، فسالي بتقول لها what is the article about. الارتيكل اللي هو المقال اللي انت بتقريه ده عن ايه؟ يبقى معنى كده ان ريهام قالت لها انا بقرأ مقال. السؤال في زمن المضارع المستمر، يبقى الاجابة في نفس الزمن. يبقى يو هتحول الى اي، واي بتاخد معاها ام، يبقى I am أو I am reading. I am reading يعني أنا أقرأ إيه؟ أنا أقرأ an article يعني مقال. أنا بقرأ مقال. فقالت لها المقال ده عن إيه؟ فهنا ريهام ردت عليها، فسالي بتقول لها great رائع I like sports، ده انا بحب الرياضات. يبقى المقال ده عن الايه؟ عن الرياضات. يبقى هتقول لها ايه؟ هتقول لها it's about انه عن sports، عن الرياضات. يبقى it's يعني المقال ده بيكون it's about، المقال ده بيكون عن ايه؟ sports، عن الرياضات. المقال ده بيكون عن sports، عن الرياضات. فبتقول لها انا بحب الرياضات. وسالتها هنا ريهام قالت لها ماي فيفورت سبورت التنس، رياضتي المفضله هي التنس. يبقى ايه هي رياضتك المفضله؟ هتقول لها هنا ما او ماذا يعني وات. بسال على الرياضه مفرد، يبقى هنا عندي هاخد اس وات اس. بعد كده بدل ماي فيفورت سبورت هتبقى يور فيفورت سبورت. يبقى وات از او واتس يور فيفورت سبورت. يور favorite what's your favorite sport، ايه هي الرياضة المفضلة بالنسبة لك؟ قالت لها رياضتي المفضلة اللي هي الايه؟ التنس. فقالت لها حاجة او سألتها سؤال. ريهام قالت لها I start playing it، انا بدأت العبها at the age of 7 يعني في عمر ال7 سنوات. بدأت العبها وانا عمري 7 سنوات. يبقى هنا السؤال امتى بدأت تلعبيها؟ يبقى هنا عندي هنا هسأل بهل في الماضي، او هنا الاول هسأل بايه؟ هسأل بمتى طالما جايب لي هنا وقت، يبقى when. وعندي هنا started في الماضي، يبقى الفعل المساعد عندها هيبقى did، يبقى when did واي هتبقى يو. وبعد كده مع did عايزه الفعل في المصدر وهو start، يبقى when did you start. when did you start امتى بدأتي playing at ان انت تلعبيها. when did you start playing it بدأت تلعبها امتى؟ قالت لها وانا في عمر 7 سنوات. هنا سالي بتقول لها how often do you practice it. how often يعني كم مرة، كم عدد المرات اللي انت بتمارسيها او اللي انت بتتدربي فيها على هذه الرياضة. ممكن تقول مثلا انا بمارسها او بتدرب عليها مرتين في الاسبوع. انا practice it انا بمارسها. I practice it أنا بمارسها twice a week مرتين في الأسبوع.
أنا بمارسها مرتين في الأسبوع. بعد كده هنا بنشوز اختر ذا كوريكت أنسر الإجابة الصحيحة. رقم 1 I enjoyed the نقط to أسوان and الأقصر last winter. عايز يقول يعني أنا استمتعت بإيه للأقصر ولأسوان last winter في الشتاء الماضي. استمتعت بإيه للأقصر وأسوان؟ تست الاختبار، ولا journey يعني رحلة طويلة، ولا dream ولا الحلم، ولا competition يعني المنافسة أو المسابقة. استمتعت بالرحلة الطويلة للأقصر وأسوان يبقى I enjoyed the journey. استمتعت بالرحلة to أسوان and الأقصر، لأسوان والأقصر. رقم 2 بيقول هنا don't give up. give up يعني يستسلم، بيقول له لا تستسلم، ما تستسلمش. try to achieve your يعني حاول ان انت تحقق ايه، حاول تحقق ايه. your walls اللي هي الجدران او الحوائط، ولا games يعني الالعاب او المباريات، ولا pictures الصور، ولا dreams يعني الاحلام. حاول تحقق ايه؟ your dreams يعني حاول ان انت تحقق احلامك. رقم 3 good teachers المدرسين الجيدين have the نقط to explain hard things clearly. المدرسين الجيدين بيكون عندهم ايه؟ ان هم يشرحوا وان هم يوضحوا hard things الاشياء الصعبة clearly بوضوح. الحاجة كده بتكون صعبة وعلى ما هم بيشرحوها بنلاقيها واضحة جدا، يبقى بيكون عندهم بقى talent، عندهم موهبة كده يشرحوا الحاجة ويخلوها ايه سهلة. ولا bridge يعني كوبري او جسر، ولا كورت يعني ملعب، ولا ستورم يعني عاصفة. طبعا بيكون عندهم ايه؟ بيكون عندهم الموهبة ان هم يشرحوا كل حاجة بوضوح. يبقى talent موهبة، to explain عشان يشرحوا او ان هم يشرحوا hard things حاجات او الاشياء الصعبة clearly يعني بوضوح. السؤال رقم 4 we didn't نقط but we had fun. احنا ايه لكن we had fun يعني استمتعنا. احنا استمتعنا. احنا ايه؟ احنا مش ايه لكن استمتعنا. didn't wins ولا won ولا winning ولا win. بعد didn't لابد ان يأتي الفعل بتاعي يكون في المصدر يعني سادة خالص من غير اي اضافات. بعد didn't عايزة المصدر. wins الفعل مضاف له الاس ما ينفعش. won في الماضي يعني فاز. winning فعل مضاف له الاي ان جي ما ينفعش، يبقى win. يبقى we didn't win نحن لم نفوز لكن استمتعنا يعني استمتعوا باللعب. but we had fun لكن استمتعنا. رقم 5 you can أنت تستطيع great success. عايز يقول يعني أنت تحقق إنجاز أو نجاح رائع. if you work hard يعني إذا أنت تعمل بجد أو إذا أنت تجتهد. يبقى you can lose يعني يخسر النجاح الرائع، ولا achieve ولا يحقق وينجز نجاح great رائع، ولا remember يعني يتذكر، ولا break يعني يكسر وبرضو بتجيني بمعنى فسحة. يبقى you can أنت تستطيع achieve إن أنت تحقق a great success تحقق إيه؟ نجاح رائع وعظيم a great success. الصفحة اللي بعد كده صفحة 56 والسؤال رقم 6 في الاختيارات. How not did you meet your friends؟ قالوا sometimes أحيانا on weekends في العطلات أو الأجازات الأسبوعية، في عطلة أو أجازات الأسبوعية بتاعت نهاية الأسبوع. يبقى طالما عندي هنا sometimes أحيانا، أما بلاقي عندي هنا في الإجابة ظرف من ظروف التكرار، يبقى السؤال كان إيه؟ كان بمعنى كم مرة. يبقى how much يعني كم السعر أو كم الكمية. how long يعني كم المدة. how often يعني كم مرة أو كم عدد المرات. how high بسأل كده عن high اللي هو الارتفاع، يبقى كم ارتفاع لما بسأل عن ارتفاع شيء. يبقى هنا هنختار how often كم مرة did you meet your friends انت بتقابل فيها أصدقائك. قالوا sometimes أحيانا on weekends في العطلات الأسبوعية أو عطلات نهاية الأسبوع. رقم 7 نقط are the people you play against in a competition. يا ترى مين هما بيكونوا الأشخاص
اللي انت play against يعني اللي انت بتلعب ضدهم in competition يعني في المنافسة أو في المسابقة. الناس اللي انت بتلعب ضدهم في المنافسة أو في المسابقة دول اسمهم ايه بقى؟ athletes اللي هم اللاعبين الرياضيين، ولا opponents اللي هي المنافسين، دول هم اللي أنا بلعب ضدهم كده وقصادهم في المنافسات وفي المسابقات، ولا كوتشز ولا بلعب مقابل او ضد المدربين، ولا سبورتس بيبول اللي هم برضو الاشخاص الرياضيين. طبعا يقصد هنا opponents اللي هم الخصوم، يبقى opponents المنافسين او الخصوم are the people هم الاشخاص you play against اللي انت بتلعب ضدهم in a competition في المنافسة او المسابقة. رقم 8 don't let not stop you from achieving your dreams. عايز يقوله هنا let يعني يدع او يسمح، لا تدع او لا تسمح لايه ان هو يوقفك from achieving من انجاز احلامك. ما تسمحش لايه ان هو يوقفك من انجاز احلامك، الاحلام والحاجات اللي انت بتحلم بيها. goals اللي هي الاهداف، ما تسمحش لاهدافك، ولا success اللي هو النجاح، ولا achievements يعني انجازات، ولا difficulties اللي هي الصعوبات. طبعا هيقول له ما تسمحش للصعوبات اللي هي توقفك عن تحقيق احلامك. يبقى don't let difficulties لا تسمح او لا تدع difficulties الصعوبات stop you ان هي توقفك from achieving من انجاز وتحقيق your dreams احلامك. رقم 9 what not هنا achieve in 2022. عايز يقول يعني ايه اللي هنا achieve حققته في سنة 2020. طالما جايب لي ان بيجي لي بعدها سنة ماضية، طالما ان وسنة ماضية يبقى الزمن بتاعي زمن ماضي بسيط، وتكوين السؤال في زمن الماضي البسيط. رقم 1 كلمة استفهام، بعد كده رقم 2 الفاعل المساعد بتاعي، رقم 3 الفاعل، رقم 4 الفاعل بتاعي لازم يكون في المصدر مع مين؟ الفاعل المساعد هيكون عندي ايه؟ do مضارع، does مضارع، don't جايبها لي بالاي ING يبقى did هي الفعل المساعد عندي في الماضي. what did هنا achieve in 2022 ايه اللي هنا انجزته وحققته في سنة 2022. رقم 10 my team will play الفريق بتاعها هيلعب the other school team next week هيلعب يعني ضد فريق مدرسي آخر next week الأسبوع القادم. to ولا against ولا without يعني بدون ولا of. طبعا هيلعب ضد فريق مدرسي آخر الأسبوع القادم، يبقى my team فريقي will play سوف يلعب against هيلعب ضد the other school team فريق مدرسي آخر next week الأسبوع القادم. والسؤال بعد كده رقم 4 complete the sentences كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word أو words بالكلمة أو الكلمات in brackets اللي بين الأقواس. بيجيب لي كلمة أو أكتر من كلمة ما بين القوسين أنا بكتبها لكن بالشكل الصحيح. رقم 1 did you نقط your dreams in life هل أنت حققت أحلامك في الحياة؟ طب عندي هنا السؤال بهل في الماضي، طبعا أنا زماني ماضي بسيط، طبعا did والفاعل لابد أن يأتي مع did الفعل يكون في المصدر، يبقى achieve هحذف منها دي وأجيب الفعل بس في المصدر، يبقى achieve يعني ينجز أو يحقق. هل أنت حققت your dreams أحلامك in life في الحياة؟ رقم 2 he always هو دايما نقط excited يعني بيشعر ان هو متحمس when he read about famous people لما هو كان بيقرأ عن الناس المشاهير. جملتي ماضي، لا عرفتي منين ان هي ماضي؟ انا عندي هي مفرد، لو مضارع كان جاب لي هنا مع الفعل اس، لكن طالما هي ماضي يبقى هي read هي نفس الحروف لكن النطق مختلف، يبقى read في المصدر لكن read في الماضي، يبقى انا هنا جملتي في الماضي، يبقى انا هنا عايزه الفعل بتاعي في التصريف الثاني. الفعل بتاعي في التصريف الثاني هيبقى felt يعني شعر، هو دايما كان بيشعر، يبقى felt كان بيشعر او شعر. رقم 3 how many did you play sports قال له twice a week مرتين في الأسبوع، هنا قال له مرتين في الأسبوع، يبقى السؤال هنا إيه؟ كم عدد المرات؟ كم عدد المرات يعني إيه؟ يعني how often مش how many، يبقى how often
كم مرة أو كم عدد المرات. how often. رقم 4 بيقول لي he not emails to his friends. هو عادة بيرسل ايميلز اللي هي رسائل البريد الإلكتروني، بيبعت رسائل بريد إلكتروني to his friends لأصدقائه. أنا عندي هنا إيه؟ أنا عندي ظرف التكرار لازم بيجيلي قبل الفعل الأساسي، يبقى أنا هنا كل اللي هعمله هجيب ظرف التكرار الأول، بعد كده أجيب بعد منه هنا إيه؟ الفعل الأساسي. بدل sent usually هتبقى usually sent. usually sent عادة ما كان بيرسل الايه؟ رسائل البريد الإلكتروني to his friends لأصدقائه. يجي بعد كده سؤال match، سؤال وصل أو التوصيل. match the short forms، هتوصل كده الاختصارات اللي عندنا دي with their long forms بالأشكال بتاعتها الطويلة أو بالصيغ الحقيقية بتاعتها بدون اختصارات. TTYS دي اختصار ل talk to you soon. talk to you soon، واخد كده أول حرف من أول كلمة، يبقى talk to you soon دي هتبقى رقم إيه؟ هتبقى رقم 1، بمعنى إيه؟ أتحدث إليك soon قريبا. أتحدث إليك قريبا. LOL دي اختصار لإيه؟ طبعا اختصار ل loving out loud، يعني الضحك بصوت عالي. يبقى هنا هنكتب رقم 2، الضحك بصوت عالي laughing out loud، الضحك بصوت عال. رقم 3 see you اللي اختصار see you يعني أراك، يبقى see you أو إلى اللقاء. يبقى هنا هو ما جابهاليش مثلا، هنكتب هنا ديت كده رقم 3، نكتب هنا see، دي غلطة مطبعية كده see you. see you يعني إلى اللقاء، إلى اللقاء. see you إلى اللقاء اختصار للسي واليو، السي واليو دول اختصار لسي يو يعني أراك أو إلى اللقاء. رقم 4 BTW دي اختصار لإيه؟ ديت اختصار ل عندي هنا اختصار ل by the way. by the way يعني ايه؟ يعني على فكرة، بالمناسبة. يبقى هنا رقم 4 بمعنى ايه؟ بالمناسبة او على فكرة، على فكرة او بالايه؟ بالمناسبة. دي الاختصارات اللي هو جايبها لي. نشوف بعد كده عايزني اكتب عن write a biography، اكتب كده سيرة ذاتية of about 80 words about من 80 كلمة عن a sports star يعني نجم رياضي. ممكن تكتب هنا عن أي نجم رياضي أنت حابه، ممكن تكتب هنا على البطلة بطلة تنس الطاولة اللي هي موجودة أصلا معانا في نصوص القراءة. تكتب عن أي نجم رياضي أو أي بطل رياضي أنت بتحبه، وده إن شاء الله هقدمه لكم قريب جدا، هتلاقوه مكتوب كده، اكتبه لكم وأقدمه لكم، هتلاقوه موجود على القناة. 58 وجيب لي هنا محادثة الجزء الخاص بسبيكينج التحدث. complete the following dialogue أكمل الحوار التالي. أول سطر ده بيكون مهم جدا، بيعرفني المحادثة بين مين ومين وبتتكلم عن إيه. بيقول لي هنا علي is talking to أمير، يبقى الحوار ما بين علي وأمير. about بيتكلموا مع بعض عن their summer vacation، عن العطلة الصيفية بتاعتهم، بيتكلموا مع بعض عن العطلة الصيفية. علي بيقول له جود مورنينج أمير، صباح الخير يا أمير. هاو ار يو كيف حالك؟ أمير رد عليه التحية جود مورنينج علي، صباح الخير يا علي. وهيقول له طبعا إيه أما حد يقول هاو ار يو كيف حالك بنقول له إيه؟ I am fine thanks أنا بخير شكرا. I am fine أنا بخير، thanks يعني شكرا، أنا بخير شكرا. I'm fine thanks. تاني ما كانتش بس واضحة، أقراها لكم كمان مرة. بيقول هنا علي بيقول good morning أمير how are you، صباح الخير يا أمير كيف حالك؟ أمير رد عليه قال له good morning علي، صباح الخير يا علي. وقال له I'm fine thanks أنا بخير شكرا. علي بيسأل أمير قال له I did a lot of activities أنا عملت كتير من الأنشطة during the summer vacation أثناء العطلة الصيفية. يبقى هنا السؤال إيه اللي أنت عملته أثناء العطلة الصيفية؟ يبقى what ما أو ماذا،
I did هتبقى did you، طبعا عشان هنا ايه بتكلم في الماضي. what did you، بعد كده الفعل في المصدر do. what did you do، ماذا فعلت during the summer vacation، أثناء العطلة أو الأجازة الصيفية. during أثناء أو خلال the summer vacation العطلة أو الأجازة الصيفية. أثناء your summer vacation what did you do، ماذا فعلت during your summer vacation أثناء العطلة أو الأجازة الصيفية الخاصة بيك. قال له I did a lot of activities، قمت بكتير من الأنشطة during the summer vacation أثناء الأجازة الصيفية. علي بيسأله سؤال أمير، قال له I volunteered at a community garden، أنا تطوعت في community garden اللي هي الحديقة المجتمعية. played in a tournament، وكمان لعبت في الدوري أو البطولة. and wrote stories، وكمان كتبت القصص using AI باستخدام الذكاء الاصطناعي. يبقى هيقول له هنا ايه الأنشطة اللي انت قمت بيها أو اللي انت عملتها. يبقى what activities did you do، what activities يعني ما الأنشطة، what ايه الأنشطة. وفولنتيرد في الماضي، يبقى الفعل المساعد عندي كده في السؤال هيبقى did. what activities did، وأي هتبقى you. بعد كده الفعل في المصدر هيبقى do. what activities did you do، ايه الأنشطة اللي انت قمت بيها أو اللي انت عملتها. علي هنا بيقول له great، رائع. how often did you leave your town in the summer vacation، كم مرة انت غادرت فيها وتركت فيها المدينة بتاعتك في الأجازة. يعني عملت كده مغادرة وتركت مدينتك كم مرة كده في الأجازة. ممكن هو يقول له طبعا هو هنا عمل أنشطة كتيرة، يعني ممكن يقول له never يعني أبدا ما سبتش المدينة بتاعتي. never يعني never يعني أبدا. وبعدين كده ممكن يكمل له ويقول له I always started in my town، أنا دايما كنت مقيم في my town في مدينتي. يبقى I always، أنا دايما stayed in أقمت فيه أو كنت مقيم فيه. stayed in أنا كنت مقيم في my town في المدينة بتاعتي. my town في مدينتي. أكمل بقى وأقول in the summer vacation في العطلة الصيفية. أكمل الجزء ده كده in the summer vacation. يبقى never أبدا أنا ما سبتش المدينة بتاعتي. I always started أنا دايما كنت ببقى in my town في المدينة بتاعتي in the summer vacation في العطلة أو الأجازة الصيفية الخاصة بيا. هنا علي بيقول له what activity was your favorite، ايه النشاط اللي هو كان مفضل، النشاط المفضل بالنسبة لك أمير رد وقال له I really enjoyed، أنا فعلا استمتعت using AI باستخدام الذكاء الاصطناعي. that was a helping hand for me، ده كان بالنسبة لي هو يد المساعدة، هو اللي ساعدني في إن أنا أكتب القصص عن طريق الذكاء الاصطناعي. يبقى أكتر حاجة استمتع بها وهي كتابة القصص. يبقى writing stories اللي هي كتابة القصص. writing كتابة، stories كتابة كتابة القصص. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي اختبار على الوحدة الأولى من كتاب المعاصر بداية من صفحة 59. أول سؤال خاص به الاستماع listen and choose، استمع واختر the correct answer الإجابة الصحيحة. بيجيب لي نص، بستمع للنص ده كويس جدا وبعد كده ببدأ إن أنا أجاوب على الأربع أسئلة اختيارات. listen to me، اسمعوني كده. النص بتاعنا هنا بيقول لي The temple of Edfu is an ancient Egyptian temple. It's in the town of Edfu. The temple is about 2,000
250 years old. It's important for understanding life in the ancient Egypt. It gives us information about language and religion over 2000 years ago. النص بتاعنا نص الاستماع بيكلمنا عن معبد إدفو، وجايب لي هنا أول سؤال بيقول لي إيه؟ The نقط of إدفو، يعني مع إدفو ده بيكون إيه؟ is an ancient Egyptian temple. ده بيكون هو معبد مصري قديم. يا ترى إيه هو اللي بيكون معبد مصري قديم؟ يبقى The Museum of إدفو اللي هو المتحف. إدفو ده اسم متحف ولا تمبل ولا معبد ولا ستاتيو ولا ده اسم تمثال ولا أوبليسك اللي هي المسلة الفرعونية؟ طبعا ده اسم معبد. يبقى The Temple of إدفو، معبد إدفو is an ancient Egyptian temple. ده بيكون معبد مصري ancient يعني قديم. رقم 2 it's in the نقط of إدفو، هو بيكون بقى فين في إدفو؟ village. إدفو دي بقى village يعني دي قرية اسمها إدفو، ولا mountain ده إدفو ده اسم جبل، ولا تاون ولا مدينة صغيرة، ولا فالي يعني وادي؟ طبعا إدفو دي مدينة صغيرة، يبقى it's in the town of إدفو، بيكون موجود في مدينة إدفو. رقم 3 it's important for understanding نقط in ancient Egypt. بيكون important يعني إيه؟ هام. المعبد ده بيكون هام for understanding يعني بيكون مهم لفهم ايه in ancient Egypt في مصر القديمة. colors بيكون مهم لفهم الألوان في مصر القديمة، ولا money النقود، ولا writing ولا بنفهم بيه أو عن طريقه الكتابة، ولا life نفهم منه أو نفهم عن طريقه الحياة في مصر القديمة. طبعا بنفهم عن طريقه أو عن طريق هذا المعبد الحياة في مصر القديمة. it's important for understanding life بيكون مهم لفهم الحياة in ancient Egypt في مصر القديمة. رقم 4 it gives us information بيقدم لنا information معلومات about language. المعلومات دي بتكون عن الايه؟ عن اللغة and وإيه كمان؟ over 2000 years ago من 2000 سنة أو منذ 2000 سنة. بيقدم لنا معلومات عن اللغة وعن إيه كمان؟ توم اللي هي المقبرة، ولا religion ولا الدين أو الديانة، ولا treasure الكنز، ولا design التصميم أو يصمم. طبعا بيدينا معلومات عن إيه؟ معلومات عن language اللغة and religion وكمان الدين أو الديانة اللي هي من 2000 سنة. بعد كده complete the following dialogue أكمل الحوار التالي. بيقول لي هنا أول سطر ده بيكون جايبهولي مهم جدا، بيعرفني الحوار ما بين مين ومين وإيه موضوع الحوار. بقرا كده في البداية المحادثة بالكامل وبترجمها وأنا بحل براعي زمن المحادثة. بيقول لي هنا Summer is telling هدير. Summer تخبر هدير، يبقى هنا الحوار ما بين سمر وهدير. بتخبرها about عن a project in her city. بيتكلموا مع بعض كده عن مشروع في المدينة بتاعتها. هدير بتقول لها هاي سمر، أهلا يا سمر، would you like to visit الأورمان garden with me؟ تحب تزور حديقة الأورمان معايا؟ سمر قالت لها هاي هدير، أهلا يا هدير، وقالت لها حاجة، فهدير بتسألها سؤال. سمر قالت لها because I help out لأن أنا بقدم المساعدة at a project في مشروع in my city في مدينتي and I'm busy وأنا مشغولة. يبقى هي طبعا هتقول لها لا مش هقدر إن أنا أجي معاكي أزور حديقة الأورمان. يبقى no لا، يو هتحول إلى I، ووض هجيبها في النفي تبقى wouldn't. يبقى no I wouldn't لا أنا ما أرغبش أو ما عنديش رغبة إن أنا أجي معاكي أو ما بودش إن أنا أجي معاكي للأورمان جاردن لحديقة الأورمان. طبعا هنا طالما عندي because يبقى السؤال هنا جاي لي why لماذا؟ ليه انتي مش هتقدري تيجي؟ يبقى why won't you like to visit it؟ ليه مش حابة أو ما عندكيش رغبة إن انت تزوريها؟ why wouldn't
you ليه انت ما بترغبيش wouldn't you like to visit it ليه ما عندكيش رغبة ان انت تزوري حديقة الأورمان؟ why wouldn't you like to visit it ليه ما عندكيش رغبة تزوريها؟ قالت لها لان انا بقدم مساعدة في مشروع في مدينتي وانا مشغولة. هدير بتسألها سمرة، قالت لها I help to teach adults انا بساعد ان انا اعلم adults اللي هم البالغين او الكبار في السن who can read and write اللي ما بيقدروش يقروا او يكتبوا. طبعا يبقى هنا هتسألها وتقول لها ايه؟ طب انت بتعملي ايه في المشروع ده؟ ماذا تفعلي؟ يبقى what do you do؟ what ما او ماذا، وعندي هنا الفعل في المصدر، اجيب الفعل المساعد عندي هيبقى do، واي هتبقى you، وبعد كده الفعل الاصلي عندي في المصدر مع do هيبقى do، يعني مع do بجيب الفعل في المصدر. طب اصلا الفعل يفعل او يعمل اللي هي do، يبقى what do you do ماذا تفعلي او ايه اللي انت بتقومي بيه in this project في هذا المشروع. in this project انت بقى بتساعدي في المشروع. طب ايه بقى اللي انت بتعمليه؟ what do you do in this project ايه اللي بتعمليه في هذا المشروع؟ هتلاقي بعلم البالغين ان هم ما بيقدروش يقروا او يكتبوا. هدير بتقول لها جريت رائع. انجلش اور عربي، عربي والانجليزي بتعلمهم ايه؟ فسمر ردت، فهدير بتقول لها it's really fun to be an Arabic teacher. بتقول لها هنا it's really fun ده ممتع جدا to be an Arabic teacher انت تكوني مدرس لغة عربية. يبقى طبعا قالت لها عربي، انا بعلمهم Arabic اللغة العربية، بعلمهم اللغة العربية. فقالت لها ده شيء ممتع جدا ان انت تكوني مدرس لغة عربية. جيب لي بعد كده بقى سؤال read and complete the text، اقرأ وكمل النص. read and complete. نشوف بقى جايب لي هنا بقى كلمات، ببدأ أقرأ الكلمات وترجمها وأبدأ أوظفها داخل الفراغات أو النقاط اللي عندي في القطعة اللي هنقرأها مع بعض. champion يعني بطل، was يعني كان في الماضي، talent موهبة، enjoys يستمتع، young يعني صغير السن، صغير السن. دي الكلمات اللي عندي، أنا عايزة بس أختار منها 4 كلمات. هنا جودة is an Egyptian table tennis player. هنا جودة دي بتكون لاعبة تنس طاولة مصرية. she not born in 2007 عايز يقول لي هنا ولدت في سنة 2007. طبعا هيبقى was born يعني ولدت، يبقى she was born يعني ايه؟ يعني ولدت في سنة 2007. she started playing table tennis هي بدأت في لعب تنس الطاولة at the age of في عمر 4 في عمر 4 سنوات. she has a نقط for this sport هي عندها ايه في هذه الرياضة؟ عندها موهبة، يبقى she has a talent هي بيكون عندها موهبة في هذه الرياضة، يبقى talent يعني موهبة، عندها talent موهبة for this sport لهذه الرياضة. she became Egypt's youngest national نقط in 2019 هي أصبحت أصغر قومية أو وطنية في مصر. أصبحت أصغر أصغر بطلة وطنية أو قومية في مصر. بطلة يعني champion يعني بطلة champion. champion يعني ايه؟ يعني بطلة. بيقول لي هنا really نقط practicing يعني الممارسة أو التدريب. يبقى هي ايه؟ هي طبعا بتستمتع بالممارسة أو التدريب for long hours لساعات طويلة every day كل يوم. يبقى بتستمتع بساعات طويلة كل يوم، يبقى هنا هنقول enjoys يعني تستمتع. enjoys practicing بتستمتع بممارسة تدريبات أو التدريب for long hours لساعات طويلة every day كل يوم. even if it is hard work حتى لو كان التدريب ده عمل شاق أو عمل صعب. she is showing young people هي بقى بتوضح للشباب in Egypt اللي هم في مصر that not only is it possible to make your dreams come true يعني ان هو مش من الممكن فقط ان انت تجعل احلامك تتحقق
but you can enjoy the journey. لكن كمان ممكن تستمتع برحلة تحقيق الأحلام يعني. even if the road is difficult. حتى لو الطريق ده بيكون صعب، يعني كمان تجاهد لتحقيق أحلامك، حتى كمان لازم تستمتع بتحقيق أحلامك حتى لو الطريق صعب. جايب لي الصفحة اللي بعد كده صفحة 60. بيقول لي هنا reading the following text. اقرأ النص التالي. جايب لي نص بقرأه كويس وأفهمه، وبعد كده ببدأ أجاوب على الأسئلة. بيكون جايب لي 3 أسئلة اختيارات و3 أسئلة مقالية. النص بتاعنا بيقول إليسا a young girl from سيلسبرغ استوريا. عايز يقول لي هنا إلسا دي بتكون بنت صغيرة من سيلسبرغ في استوريا من النمسا، من سيلسبرغ في النمسا. started a group to collect litter in her city last summer. بدأت أو أنشأت مجموعة لجمع القمامة في المدينة بتاعتها الصيف الماضي. She was worried about. هي كانت قلقانة بخصوص the trash on the streets. كانت قلقانة بخصوص القمامة اللي هي موجودة في الشوارع and wanted to do something about it. وكانت عايزة تعمل شيء أو تقوم بعمل شيء حيال هذه المشكلة. She didn't want to wait for the adults to clean the streets. هي لم تكن تريد، ما كانتش عايزة تنتظر البالغين أو كبار السن إن هم ينظفوا الشوارع. She made posters. هي قامت بعمل المنشورات أو الملصقات and asked other young people. وطلبت من الشباب الآخرين to join her إن هم ينضموا لها. 4 people came to her. يعني 4 أشخاص أتوا إليها. first أو أتوا للاجتماع الأول بتاعها her first meeting. عملت اجتماع، وفي البداية كده 4 أشخاص جم لأول اجتماع ليها. her first meeting لأول اجتماع ليها. they were very active. هم كانوا نشطاء جدا. يقصد هنا بذي مين؟ اللي هم young people، اللي هم الشباب. يقصد هنا الشباب، يبقى هنا young people يقصد بيها young people الشباب. they were very active كانوا نشطاء جدا. the group grew quickly. المجموعة كبرت بسرعة and they started picking up litter. وبدأوا في التقاط وجمع القمامة. طبعا litter القمامة اللي هي بتساوي trash، اللي هي برضو القمامة بتساويها في المعنى. بيقول لي هنا picking up litter بدأوا في التقاط وجمع القمامة. putting it in bags وضعوها في الأكياس and taking it to the recycling center وكمان نقلوها إلى مركز إعادة التدوير by the end of the summer. يعني عايز يقول كده بحلول نهاية الصيف أو مع نهاية الصيف. إليسا's جروب المجموعة اللي إليسا أنشأتها وكونتها أو عملتها had 24 members. يعني بقت حوالي 20 أو 24 شخص أو 24 فرد. 24 members يعني حوالي 24 member يعني 24 فرد أو عضو. يعني المجموعة اللي هي كانت بتحاول تنشئها لتنظيف الشوارع من الشباب بقت كبيرة جدا، وصلت ل 24 فرد. وعندي هنا أسئلة الاختيارات. رقم 1 إليسا wanted to do something about the نقط. إليسا أرادت إن هي تقوم بعمل شيء حيال أو تجاه إيه؟ كلوز الملابس، ولا كلاب النادي، ولا ماني النقود، ولا ليتر القمامة. طبعا كانت عايزة تقوم بشيء حيال مشكلة ليتر القمامة. رقم 2 the underline word letter can be replaced by. كلمة letter دي ممكن هي replaced يعني ممكن هي استبدلها اشيلها واحط مكانها مين؟ poster يعني ملصق او منشور. trash اللي هي القمامة. member يعني عضو او فرد. letter هنا بقى letter اللي هو اللتر يعني. طبعا انا ممكن اشيل كلمة letter اللي هي القمامة ديت واحط مكانها كلمة trash نفس المعنى بتساويها في المعنى. رقم 3 بيقول لي هنا the underline pronoun they refers to. الضمير they بيشير إلى إيه؟ adult people الأشخاص اللي هم البالغين أو كبار السن، ولا young people ولا بيشير إلى الشباب.
ولا إلسا and her dad، ولا إلسا وباباها، ولا إلسا's brothers ولا إخواتها؟ طبعا بيشير إلى young people، وإحنا قلناه وإحنا بنقرأ. أما بلاقي ضمير بشوف كده وأنا بقرأ القطعة أو الفقرة بتاعتي الضمير ده بيشير إلى إيه. رقم 4 summarize، لخص the text. عايز يطلب مني هنا بيقول لي لخص الإيه؟ text، لخص النص in one sentence، في جملة واحدة. عايز النص اللي أنا قرأته ده أعبر عنه بجملة واحدة. ممكن أقول هنا إيه؟ إن إحنا نعمل شيء حيال القمامة الموجودة في الشوارع، يبقى to do something، إن إحنا نقوم بعمل شيء ما about trash، بخصوص القمامة اللي هي بتكون موجودة في الشوارع in the streets، في الشوارع. اللي بتكون موجودة في streets، في الشوارع. رقم 5 why do you think Elsa wanted more young people to help؟ ليه إلسا في رأيك يعني احتاجت أو كانت عايزة مزيد من الشباب إن هم يساعدوا؟ ليه كانت طالبة مزيد من الشباب إن هم يساعدوا في حل مشكلة القمامة اللي هي موجودة في الشارع بدون ما ينتظروا البالغين إن هم ينظفوا الشوارع؟ هنقول مثلا إن الشباب دول بيكونوا نشطاء جدا. هقول هنا، طب بيقول لي هنا what do you think؟ هقول له I think، يعني أنا أعتقد. I think، وابدأ أقول بقى رأيي. I think يعني أعتقد young people اللي هم الشباب أعتقد إن young people الشباب are so active بيكونوا نشطاء جدا. are so active، طبعا كانت عايزة مزيد من الشباب يشاركوا في رأيي بقى لأن الشباب نشطاء جدا. so active يعني نشطاء جدا. رقم 6 give a suitable title to the passage، عايزني ان انا اكتب كده عنوان يكون مناسب للقطعة او الفقرة بتاعتنا. العنوان المناسب لهذه القطعة او لهذه الفقرة ممكن مثلا نقول هنا ايه؟ ازاي انت تساعد المجتمع المحلي، how to help local community. how to help local community، زي ان انت تقدر تساعد المجتمع الايه؟ المجتمع المحلي. بعد كده سؤال الاختيارات بيقول لي هنا choose، اختار the correct answer، الإجابة الصحيحة. رقم 1 20 players took part in the sports not to win the club. 20 players 20 من اللاعبين took part in يعني شاركوا، 20 من اللاعبين شاركوا في ايه رياضي عشان يفوزوا بالكاس. 20 من اللاعبين شاركوا في ايه رياضي عشان هم يفوزوا بكاب، يفوزوا بالكاس. meeting اللي هو الاجتماع. tournament يعني البطولة الرياضية. project يعني مشروع. ولا workshop في الورشة. طبعا 20 players 20 من اللاعبين took part in شاركوا في the sports tournament في البطولة أو الدوري الرياضي to win the cup عشان يفوزوا بالكاس. رقم 2 the mechanic works in a mechanic اللي هو الميكانيكي. طيب الميكانيكي بقى هيشتغل فين؟ المكان بتاع العمل بتاعه اسمه ايه؟ school مدرسة. ولا workshop هيعمل فيه ورشة. ولا library الميكانيكي هيشتغل في مكتبة القراءة والاطلاع. ولا هيشتغل في هيشتغل في حديقة الحيوان. طبعا طبيعة عمله بيشتغل في workshop في الورشة. رقم 3 when did you not the team، عايز يقول له يعني امتى انت انضميت للفريق. السؤال فيه الماضي البسيط، ده زمن الماضي البسيط. السؤال في الماضي البسيط رقم 1 كلمة الاستفهام. رقم 2 الفعل المساعد did. رقم 3 الفعل. رقم 4 مع did لابد ان ياتي الفعل في المصدر. joined الفعل في الماضي، joins الفعل وبه اس، joining الفعل مضاف اليه ing يبقى join يعني ينضم. امتى انضميت او التحقت بذا تيم بالفريق. رقم 4 it not tiring to travel in the past، عايز يقول هنا
بيقول هنا بيكون دايما متعب او شيء مرهق ان انت تسافر in the past في الماضي. زمان كان شيء متعب جدا ان انت تسافر، يبقى tiring يعني متعب او مرهق. عندي هنا where اصلا it مفرد، يبقى where always و always where بصرف النظر عن الترتيب دول مستبعدين لان انا عايزه was لان it مفرد. طيب هقول بقى was always ولا always was. انا عندي ظرف التكرار ياتي بعد verb to be، يبقى هنا جاي لي الترتيب خطأ، ظرف التكرار الاول يبقى دي مستبعده، هختار was always. it was always tiring انه كان دائما من المتعب او شيء متعب ومرهق جدا to travel in the past ان انت تسافر في الايه في الماضي. يبقى ظرف التكرار بيجي لي قبل الفعل الاساسي لكن بيجي بعد verb to be، لازم هو بيجي بعد ايه؟ بعد verb to be. الصفحة اللي بعد كده صفحة 61 والسؤال رقم 5 في الاختيارات. The Temple of Edfu بيكلمني هنا عن معبد إدفو is an amazing نقط بيكون ايه؟ amazing يعني مدهش أو مذهل from ancient Egypt من مصر القديمة، بيكون ايه؟ مذهل أو مدهش من مصر القديمة. language يعني بيكون لغة، ولا painting يعني لوحة أو تلوين يعني أو دهان، ولا building يعني مبنى، ولا activity ولا نشاط. طبعا بيكون مبنى مذهل من مصر القديمة ومبنى مدهش مبنى أثري. يبقى the temple of Edfu معبد إدفو is an amazing building بيكون مبنى مذهل ومدهش from ancient Egypt من مصر القديمة. رقم 6 نقط. you watch the tennis match last week عايز أقول هل أنت شاهدت المباراة بتاعة التنس last week الأسبوع الماضي. كلمة last من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، وفي زمن الماضي البسيط أنا بسأل بهل بدid والفاعل والمصدر. يبقى did you watch هل أنت شاهدت، يبقى رقم 1 did، رقم 2 الفاعل، رقم 3 الفعل في المصدر. يبقى بسأل بهل في الماضي البسيط بدid بيجي لي بعدها الفاعل، بعد الفاعل بيجي لي الفعل في المصدر. هل في زمن الماضي البسيط. ما خدتش will ليه؟ لأن will دي في المستقبل بسأل بيها عن المستقبل ولست في الماضي. was ما بيجيش معاها الفعل في المصدر، بيجي معاها verb ing أو بيجي معاها صفة أو اسم أو حرف جر. لكن كان ما هو بيجي معاها في المصدر، لكن أنا بتكلم في الماضي وكان أصلا مضارع. يبقى أنا اللي عندي هنا هختارها did والفعل والمصدر. did you watch هل شاهدت the tennis match مباراة التنس last week الأسبوع الماضي. بعد كده بيقول لي هنا match the word to their definitions هنوصل الكلمة بالتعريف بتاعها، يعني كل كلمة بالتعريف بتاعها. statue اللي هو التمثال، تعالوا كده نشوف التمثال تعريفه ايه. نبص كده نلاقي هنا عبارة عن a model. a model يعني نموذج، بيكون عبارة عن نموذج of a person. النموذج ده بيكون لشخص animal أو لحيوان or object، شخص أو حيوان أو شيء. sometimes أحيانا made of stone أحيانا بيكون مصنوع من الحجارة. إيه النموذج اللي لشخص أو حيوان أو لشيء بيكون مصنوع من الحجارة؟ طبعا statue التمثال. يبقى نكتب كده رقم 1. بعد كده رقم 2 يقول لي هنا catacombs اللي هو سراديب الموتى، سراديب دفن الموتى دي بندفن فيها الموتى. بيقول لي هنا طبعا اللي هي underground tunnels اللي هي الأنفاق اللي بتكون موجودة تحت الايه؟ تحت الأرض. and rooms والغرف for burying the dead الغرف دي بتكون لدفن الايه؟ the dead الموتى. ايه بقى الأنفاق والغرف اللي تحت الأرض لدفن الموتى؟ طبعا catacombs. يبقى دي رقم 2. رقم 3 temple اللي هو المعبد، تعريف المعبد a place المكان where people came together الناس بتجتمع أو بتتجمع كده مع بعضها أو بتتقابل to pray عشان إن هم يصلوا. الناس بتتقابل come together يعني يتقابلوا كده مع بعض عشان يصلوا، ده اللي هو المعبد. يبقى دي رقم 3. طبعا دي بيقول هنا a tall stone pillar built to remind people of an event of someone who died. يعني هنا حاجة كده مبنى أو حجر طويل كده بيفكر الناس بحدث أو بشخص ممكن يكون توفى. طبعا ده كده جايبها لنا زيادة مش أكتر.
عندي السؤال خاص بتصحيح الخطأ. complete the sentences، كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word أو words بالكلمة أو الكلمات in brackets اللي بين الأقواس. بيجيب لي كلمة أو أكتر من كلمة ما بين القوسين بكتبهم لكن بالشكل الصحيح. last summer الصيف الماضي I know something really fun، عايز يقول أنا قمت بشيء ممتع حقا. last summer في الصيف الماضي. الصيف الماضي أنا عندي هنا الزمن بتاعي زمن ماضي بسيط. ليه؟ لأن قال لي last summer في زمن ماضي بسيط مع أي فعل بجيب التصريف التاني للفعل. يبقى التصريف التاني من do وهو did. I did something really fun، أنا قمت بشيء حقا ممتع. رقم 2 how نقط did they go shopping on weekends؟ قالوا sometimes أحيانا. طالما قال لي هنا أحيانا يبقى أنا بسأله بقول إيه؟ كم مرة أو كم عدد المرات. كم مرة أو كم عدد المرات اللي هي وإيه؟ how often. كم مرة أو كم عدد المرات. رقم 3 what نقط you do last summer؟ عايز يقول يعني إيه اللي أنت عملته last summer الصيف الماضي. last من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. وفي زمن الماضي البسيط السؤال بيتكون من إيه؟ رقم 1 كلمة الاستفهام، 2 الفعل المساعد، رقم 3 الفاعل، رقم 4 الفعل في المصدر. الفعل المساعد بتاعي في الماضي هيبقى did. رقم 24 what practiced often tennis during the summer vacation؟ عايز يعني يقول غالبا كانت بتمارس التنس during يعني أثناء أو خلال the summer vacations اللي هي العطلات أو الأجازات الصيفية. هنا الخطأ فيه، الخطأ إن هنا جاي لي ظرف التكرار بعد الفعل الأساسي. ظرف التكرار بيجي بعد verb to be لكن بيجي لي قبل الفعل الأساسي. لازم هو يكون الأول وبعد كده هنا بعمل ايه؟ بجيب بعد منه الفعل. يبقى بدل practiced often هتبقى often practiced. often practiced. غالبا مارست أو كانت بتمارس التنس أثناء the summer vacations اللي هي العطلات أو الأجازات الصيفية. جيب لي هنا بقى write a paragraph، اكتب فقرة of about 80 words on من 80 كلمة عن summer vacation العطلة الأسبوعية. وإن شاء الله هكتبه لكم وجهزه لكم وأقدمه لكم كده على القناة قريب جدا.